ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل غدا بسيط جدا وسهل خالص، عبارة عن القرنبيط وكمان طبق الفلفل المقلي ده وشوية سلطة بلدي جنبيهم. يلا بينا النهارده نعمل احلى غدا، يلا بينا. هنعمل النهارده القرنبيط من غير بيض ومن غير خضرة، وبيطلع معاكي طعمه تحفة خالص ولونه جميل جدا، وبيعمل كمان كفر من بره كده، بيبقى طعم القرنبيط حلو. اول حاجة هنعملها هنجيب القرنبيطة بتاعتنا ونقطعها عشان نغسلها غسلة حلوة، وكمان هنعمل طبق الفلفل اللي انتوا شايفينه ده جنب القرنبيط بتاعنا وشوية السلطة البلدي بتاعتنا. الغدا بتاعنا النهاردة سهلة خالص. كده احنا بنقطع القرنبيط عشان نغسله، وبعد ما نغسله طبعا نكون حاطين الحلة على النار عشان تغلي عشان نسلق القرنبيط بتاعنا. يلا بينا. كده المية غلت، هحط شوية ملح وشوية كمون وترص القرنبيط بتاعك لفوق عشان تسلقيه. اسلقي القرنبيط لمدة 10 دقايق بس، عشان لسه كمان هنقليه فما يبقاش مهري معانا. وتقلبيه تقليبة واحدة بس وتروحي مطلعاه على طول في المصفى يتصفى. احنا الغدا بتاعنا النهاردة عبارة عن قلنا فلفل وقرنبيط وشوية سلطة، أكلة سهلة خالص وحلوة خالص. كده هنسيب القرنبيط يبرد ونروح نعمل الفلفل والخلطة بتاعتنا الجامدة بتاعة القرنبيط. ولا تحطي له بيض ولا تحطي له خضرة، ويطلع معاك القرنبيط حلو خالص، وهتشوفوا في الاخر لونه جميل ازاي. كده احنا بنقطع الفلفل بتاعنا، بنشيل البذر منه عشان لما نقليه، والفلفل الحراق نفتحه فتحة بس من تحت، وكده يكون الفلفل جاهز على القلية. طبق الفلفل ده بيبقى حلو خالص وبيفتح النفس على الاكل. كده احنا قطعنا الفلفل كله زي ما انتوا شايفين. نروح نعمل احلى خلطة طبعا للقرنبيط، ولا نحط بيض ولا نحط خضرة، مكونات سهلة وموجودة عندنا بشوية دقيق وشوية نشا. كده خلاص هنركن الفلفل بتاعنا، وتعالى اوريكم الخلطة بتاعة القرنبيط. لسه السلطة هنعملها شوية كده. هنحط شوية دقيق، طبعا حطي الدقيق الكمية اللي انت عايزاها على حسب حجم القرنبيطة بتاعتك اللي انت جايباها. وطبعا هنحط شوية النشا بتوعنا اللي بيخلوا القرنبيط مقرمش وحلو. حطي طبعا شوية نشا، انا حطيت معلقتين. وطبعا الملح بتاعنا والتوابل. التوابل بقى عبارة عن ايه؟ طبعا الكركم ده لازم هنحط منه معلقتين، هو اللي بيدي اللون الاصفر الحلو الذهبي ده. معلقتين حلوين كده صغيرين. نحط طبعا رشة كزبرة ورشة كمون ورشة فلفل اسود. ادي التوابل بتاعتنا السهلة خالص. وتحطي طبعا حتة التوم بتاعتك. كده خلطة القرنبيط تكون خلصت. هنحط عليها شوية المية ونقلبها، وما تعملوش الخلطة بتاعتنا دي خفيفة عشان ما تنزلش في الزيت وتبهدل لنا الدنيا. احنا عايزينها تمسك في القرنبيط عشان تعمل كفر من بره، بيبقى حلو، وهو ده اللي بيدي القرمشة والطعم الحلو. شايفين اللون طبعا عشان الكركم اللي احنا حطيناه. كده عملنا الخلطة بتاعتنا الحلوة بتاعة القرنبيط، سهلة خالص وما فيهاش اي بيض ولا خضرة. كده خلاص خلصنا الخلطة بتاعتنا. نروح نقطع القرنبيط التقطيعة اللي احنا عايزينها. وجهزنا طبعا الفلفل معانا عشان هنقلي القرنبيط والفلفل. وادي الخلطة بتاعتنا الجميلة، ولا بيض ولا خضرة، وهيطلع طعم القرنبيط ولونه حلو. كده خلاص خلصنا القرنبيط وخلصنا الفلفل، يلا نقليهم. وهتشوفوا طبعا واحنا بنقلي الزيت، القرنبيط مش هينزل في الزيت خالص. ونرجع نعمل السلطة البلدي بتاعتنا. كده حاطين الزيت على النار سخن، هنقلي طبعا الفلفل بتاعنا الكمية اللي احنا عايزينها. طبق جنب القرنبيط، واكلة كده حلوة وجميلة جدا، وغدا سهل وبسيط خالص. كده قلينا الفلفل اللي احنا عايزينه، ونسيبه بقى ونروح نقلي القرنبيط بتاعنا. انا هوريكم اول طاسة بس في القرنبيط، وكملوا انتوا طبعا بقية القلية بنفس الطريقة. وانا حبيت اوريكم بس الخلطة ازاي، بصوا ما بتنزلش ازاي في الزيت وماسكة ازاي في القرنبيط، وكمان بتدي لون حلو خالص للقرنبيط. شايفين اللون؟ بيطلع لونه ذهبي وجميل خالص. طبعا هنروح نقلي كده الكمية كلها اللي احنا عايزينها. يلا بينا نعمل الفلفل بتاعنا. ادي الفلفل بتاعنا
بعد ما برد طبعا هنقصه بالمقص، نلبس جوانتي كده عشان الفلفل ده حراق، ونقصه بالمقص كده قصة سريعة عشان يسهل علينا الدق واحنا بندقه، لان احنا الفلفل ده هندقه بالهون ونحط له الخلطة بتاعتنا عشان كل المكونات تخش في بعضيها، الفلفل البارد مع الحراق وشوية التوم والخلطة الحلوة بتاعتنا. طبق بسيط خالص وبيفتح النفس على الأكل، ممكن تعمليه وتحطيه في علبة وتخليه عندك في التلاجة وتطلعيه، بيبقى جميل خالص. خلاص كده قصينا الفلفل بتاعنا كله، هنحط عليه بقى الخلطة بتاعتنا البسيطة خالص وبيبقى طعمها حلو. ادي الفلفل بتاعنا، نحط عليه شوية توم، وطبعا هتحطي كمان شوية خل، والليمون بتاعنا انا حطيت 3 ليمونات، وادي ايدي الهون طبعا عشان ندق الفلفل بتاعنا. وكمان هنعمل شوية سلطة جنب الاكل. وادي الغدا بتاعنا النهاردة، اديكوا شفتوا القرنبيط هوريهولكوا، قرنبيط قليناه، وادي طبق الفلفل خلصناه، وهنروح نعمل شوية السلطة بتاعتنا. بصوا بعد ما دقيت الفلفل شكله عامل ازاي، كده دخلنا المكونات كلها مع بعض، والفلفل البارد مع الحراق والثوم والملح والليمون وكله. خلصنا كده طبق الفلفل بتاعنا، نروح نعمل السلطة البلدي بتاعتنا جنب الأكل. ممكن تحطي شوية مخلل وبلاش منها السلطة. كده أنا هعمل شوية سلطة بطماطم وفلفل وشوية الخضرة. كده خلصنا قلي القرنبيط وخلصنا طبق الفلفل بتاعنا، وادي السلطة البلدي بتاعتنا كمان بنجهزها، ونحط لها قرن فلفل كده حراق يفتح النفس. الاكل كله مشطشط عشان الشطة الصراحة بتفتح النفس، بس اختياري انتي عايزة تحطي شطة ما تحطيش براحتك. ممكن تعملي الفلفل المالي ده اصلا بارد بس. وهنحط شوية الخضرة، شايفين الخضرة انا حطاها في علبة ومنديل من تحت ومنديل من فوق، بتحافظ على الخضرة، بتقعد عندي اطول فترة ممكنة في التلاجة. طبعا هنتبل السلطة بتاعتنا طبعا بكمون وملح وخل وشوية ليمون، وكمان هجيب عندي شوية مية. وكده السلطة بتاعتي خلصت والفلفل بتاعنا خلص. يلا بينا نجيب بقى القرنبيط ونغرف الأكل، يلا بينا. ادي القرنبيط، شايفين لونه ذهبي ازاي، لونه تحفة عشان خاطر الكركم اللي احنا حطيناه. شايفين اللون والجمال. هنرص طبعا القرنبيط كده وهوريكوا لونه، وهوريكوا كمان عامل كفر من بره شكله عامل ازاي. بصوا بقى الجمال، حاجة كده تفتح النفس. كمان هنغرف الفلفل بتاعنا اللي قليناه وعملنا له الخلطة الجامدة. ممكن صح تعملي الفلفل زي ما قلتلك بارد بس وما تحطيش معاه حراق. وكمان هنغرف السلطة الجميلة بتاعتنا. وادي الغدا، بصوا غدا سهل وبسيط خالص وجميل جدا. نرش رشة بقدونس كده على الخضرة، على القرنبيط. تعالوا كده بقى اوريكم القرنبيط بتاعنا اللي يفتح النفس. شايفين الجمال، لونه ذهبي وطعمه كمان حلو خالص. شايفين عملت كفر ازاي من بره، شايفين طعمها كمان تحفة ومقرمش وجميل، وشوية السلطة وادي الفلفل اللي يفتح النفس. كده عملت لهم غدا سهل وبسيط خالص وجميل. وكده خلصنا الغدا بتاعنا وكمان الفيديو خلص. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا باي.